مرحبا. واليوم الفلوق غير كليا، لأن الرحلة حول العالم هلأ بدأت. بعد ما نزلنا 6 فلوقات عن سوريا ورا بعض، صار وقت نصاحب التحدي شوي ونبعد أكتر من الساحل السوري ونروح لأوروبا وتحديدا هولندا. يا جماعة المكان كأنه لوحة فنية من القرن الثاني عشر. أحلى شيء إنه السوريين وين ما كان فوق أقل التفاصيل الممر اللي ورانا، كل قاعد عم ياخذ لقطات. وهلأ خلونا نشوف كيف بدأ اليوم. تعرفوا وين رايح؟ على الحلاق. يا هاي لحلاقي. لا ما هي حلاقي، هذا حلاقي. خلصنا من الحلاق. بدك شيء يا بحر؟ وصلنا هلا بدنا نسكر السيارة وبعدين نكمل. أنا ما صورت لكم الطريق لأنه ممنوع تصور وأنت عم تسوق. شو بنعمل بالعادة؟ بنطير الدرون. توضيح هذا الشيء كمان ممنوع، بس على الله كل شيء طبعا في شوية شرطة، قالت نطير الدرون بعدين. خلونا نكمل فتلة بزاندا. ولك هي الساعة ليش اخترت زاندام كأول محافظة بهولندا؟ لأنه فيها تاريخ عريق، فيها كمان بتجمع بين الثقافة الحديثة، فيها مناظر طبيعية، تشوفون كلياتهم بالفلوق، مثل هلا ليك طلع هاي البحيرات، مثل أكثر المحافظات الهولندية فيها هاي البحيرات. هاي الثقافة اللي عم بحكي عنها. أكثر شغلة الصراحة أنا جاي من شانها هو الأوتيل. الممرات المائية وهالقصص هاي لازم تروح على امستردام. شفتوا أنا مصوره من زمان بال 2016 تقريبا. مثل ما سامعين وشايفين في شلال، وهذا هو الاوتيل. على الحقيقه هسه احلى من الصور. واو كنت وقعت. انا سارد من هونيك والله كنت نزلت. ما علو ولا هي لك ما قلتها. طبعا شوفوا كنا روحنا المرة. طبعا شوفوا مباني زاندام كلياتها التصميم تبعها غريب حلو يعني كثير. تشوفوا هنيك هذا المبنى ساعة، هذا المباني هون هيك، وهذا هيك شكله. ثلاثة أشكال حلوة، تحسها معمولة بالمكعبات. البيوت هون مثل ما انتم شايفين مصممة بأسلوب فريد، مدهنينها أكتريتها باللون الأخضر، تعكس الروح تبعت الريف الهولندي. يا جماعة المكان كأنه لوحة فنية من القرن الثاني عشر، كل شيء فيه فن، فوق أقل التفاصيل الممر اللي ورانا. هذا ممر لمطعم، شوفوا كيف بقلب المي، يعني أنت فيك توقف. طبعا حرفيا أنت كأنك عم تمشي على المي. هسه رح نكمل. وليك ما ألذ هي الخريطة. هلا فيني اشرح لكم كل شيء عن زاندام. هلا نحن موجودين هون وبعدين راح نروح لهون. احلى شيء انه السوريين وين ما كان. احلى شباب، كيفك خيي؟ حبيبي اهلا والله على راس الشباب. لك تعوا نسيت صحيح، انتم من زاندام؟ لا نحن من بيرمران. بدي اعمل مقابله مع حدا من زاندام. خلص يلا ما مشكله. على راس الشباب. الله معه. لازم نلاقي حدا من سكان زاندام. احلى شيء بزاندام وين ما طلعت فوق بتلاقي شو بنايات حلوه. هني سوري جايز. هلو. وقفت انا قدام الجروب كله وقاعد عم بحكي. اول مره بخجل والله العظيم، بخجل من الكاميرا يعني. المهم بنرجع نشرح لكم عن زاندام. انا كنت عم صور لكم من تحت وهلا عم نصور فوق. نمتنا بسبب هاللقطة. ما بعرف كيف بدنا نمرق من بين العالم. Excuse me. تشاو. ما بعرف إذا عم يسبوا علي، ما بعرف. هدول ما هولنديين، جايين شكلهم من دولة ثانية، رحلة مدرسة. طبعا هو للاحتياط لازم تسب عليهم. عم بمزح. الله يسامحهم، الدنيا رمضان. والفيديو ما راح ينزل برمضان. يعني احنا كنا عم نمشي من تحت، بعدين طلعنا من فوق واجينا لهون. هلا بنرجع ننزل. هسه في عنا المتحف، في عنا الطواحين. يعني هو أهم شيء الطواحين.
نمشي بالمدينه، بالسنتر تبع المدينه. هون محل ما بتشوف كل الماركات موجوده، طبعا اكثريته المقاطعه لهيك ما عم صورهم. شايف شغلي هلا انا حاليا صورتها من 7 سنين، هلا شفتها والله بالصدفه، والله نسيان اني مصورها بزاندا، بس قلت لكم انه انا هعمل فلوج من هون بزمانات، ليه كلها. هاي لهون حط لكم لقطه من 7 سنين زي لشوف كيف صورتها وقتها، مشان ارجع اصور نفس اللقطه، مشان ما يكون في اختلاف. كانت هيك. سوري مقيم بهولندا، خلونا نشوف شو محتوى قناتي. اترككم حياتي اليومية عن طريق الفيديوهات القصيرة والسكتشات المضحكة. لا نفس وشاركوا المكان. المغامرات. طبعا المحضر هداك الفيديو يحضره، رح احطه بالوصف، هو بس كان تعريف عن حالي، بس كان هون، بس هلا ما في حدا يصورني اياها، الله يرحمه رفيقي اللي صورني اياها تجوز. الشعور حلو ترجع على نفس المناطق، مع انه بالصدفه والله هي ما كنت حاطه ضمن المخطط. بس كيف بدنا نرجع هلا على السياره؟ بدنا نرجع من نفس الطريق بس من الجهه الثانيه. هلا خلونا نروح على المكان الرئيسي. صرت سائل 3 اشخاص مشان اعمل معهم مقابله، بس ما في حدا من سكان زاندا، كلياتهم من امستردام، حتى الشباب السوريين اللي شفتهم كانوا من امستردام، فان شاء الله بنحضر بحدا عند الطواحين. وللاسف طلع ما فينا نطير الدرون نفسها ما عم تطير، وهلا لازم نروح 15 دقيقة بعيد من هون مشوارنا. قبل ما نروح على الطواحين كنا روحنا الباب، حبيت صور لكم كمان المينا تبعت زاندام. نحن صافين هلا مثل على جسر، هاي المينا. طبعا هدول القوارب دول اسمهم عبارات، قوارب قديمة كتير. يعني أنا عندي خبرة شوي بالسفن، شوي يعني دارس 4 سنين بمجال السفن، واللي ما عنده خبرة بيعرف إنه هدول قوارب كتير قديمة، يعني ما بدهم خبرة. وفي قوارب حديثة، شوف بيوت سكان زاندام كيف بيوتهم على البحر. وقت كنت ادرس بالاكاديميه البحريه كان عندي بيت هيك، ما عندي، استاجر بيت هيك، كان بجنن، وعلى هيك ما كنت ادرس. كنت ضل قاعد برا. طلعت الدرون ورجعت بدي احاول صور، بس نفس القصه، طلعوا ممنوع التصوير، ساعتنا بقلب الدائره، يعني حتى لو بعدت وصورت اصوات الموتورات لحقتني. حتى بهولندا فلوجات سوريا كلها صوت موتورات، حتى لو رحت وبعدت من هون مرة استفاد شيء، لان مرة قدر طيره هون. وعلى هيك خلص خلونا نطير عند الطواحين. شفناها لزاندام من تحت، وهي المينا تبعت زاندام. ما فيني عم كمل الطريق دغري، عم وقف السياره وارجع انزل. شوفوا هالمنظر كمان، بحيره نفسها بس من الجهه الثانيه. ما مبين شيء؟ بس روحوا شوفوا. شوفوا لي صفة هالبيوت هاي. المشكلة ما فيني صور وانا عم سوق، الحمد لله ما في سيارات وراي مشان اشرح لكم. هون البيوت القديمة حتى بينعمل لها ترميم، بس مثل ما انتم شايفين بضل التصميم القديم لسه موجود. والسرعة بقلب هدول الشوارع هي 15. ليش؟ لانه البيوت كثير قريبة على بعضها وما في مسافة للسيارات. شوفوا كيف المحطة القطار تبعت زاندام. بلشنا بمنطقة الطواحين، كله عم يصور صور الا انا فيديو. هون مثل السنتر لمدينة الطواحين، بس نحن بدنا نفوت على الطاحونة، ما بدنا نشوفها من برا. طبعا المنظر بجنن.